مشكلتكم يا أهل الخلاف أنكم لا تعرفون ما في كتبكم. أنتم ما تعرفون المباني أصلا، مبانيكم أنتم التي على أساسها نلزمكم بما نلزمكم به ونحاكمكم عليه، ما تعرفون. يعني يجي هذا الأخرق البكري مثلا ماذا يفعل؟ يحاول أيضا أن يسخر، يحول نفسه إلى مهرج كوميدي مثلا. تزوجني أختك متعة، ما أدري شنو، زواج المتعة كذا، وما يدري أنه نصف فقهاء أفتوا بحلية المتعة. المكيون كلهم، ابن جريج وأمثاله كلهم تبعا لابن عباس وأمثاله، كانوا كلهم يفتون بحلية المتعة وأنها لم تنسخ بالحرمة مثلا. يعني رواية هنالك أصلا عن أحمد بن حنبل أنه يقول بحلية المتعة. فأنت على ماذا تهزأ إذا كان الاستهزاء هو المعيار، هو المسخرة، هذه هي معاييركم؟ فيستطيع واحد أيضا أن يسخر كذلك. يعني مو صعبة علينا أنه إحنا أيضا نبادلكم السخرية بالسخرية، نقول لك مثل ما كان إمامكم وخليفتكم أبو بكر بن أبي قحافة زوج ابنته أسماء متعة، أنت أشرف من أبي بكر مثلا؟ أنت أشرف منه؟ مثل ما كان الصحابة والصحابيات يتمتعون، وهذا كله ثابت في الصحاح عندكم، كانوا يتمتعون. إذا كان هذا أمرا مخالفا للشرف، مخالفا للغيرة، مخالفا لما أدري كذا من أوهامكم هذه، فمعنى ذلك تقولون أن الصحابة والسلف والصحابيات كانوا بلا غيرة بلا شرف. إذا قلت عياذا بالله أن نكاح المتعة يساوي الزنا، فأمعنى ذلك أن الصحابة والصحابيات كانوا يزنون؟ وهم يقولون كنا نتمتع بقبضة من تمر، كنا نسوي هذا الشيء. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز ذلك، شرعه، وكان يبيح شيئا قبيحا. أنت أصلا عارف المباني الكلامية عندكم، عارف أصولكم، سواء كنتم من الأشاعرة، أهل الحديث، ماتريدية، أيا كان، أنتم عارفين أصلا معنى أن يقول شخص لشيء أحله رسول الله صلى الله عليه وآله برهة من الزمن يصفه بالقبح الذاتي. أتعلمون أن هذا يعتبر أصلا بعضهم يكفرون من القائل هذه العبارة، لأنهم يقولون الأنبياء وإن تبدلت شرائعهم وإن كان هنالك نسخ لكن لا يأمرون بالقبيح. يعني ما يصير النبي صلى الله عليه وآله يأمر بأمر ذا قبح ذاتي من قبيل الزنا مثلا، يحله ساعة من النهار ثم يحرمه. هذا لا يقوله مسلم موحد يخاف الله واليوم الآخر. ولكن ماذا تفعل؟ مشكلتنا إخواني مع هؤلاء أبناء هذه الطائفة هي مشكلة، مثل مشكلة ضمرة بن معبد، السخرية، الاستهزاء، الحقارة الدونية، الاستفزاز، بس يحب يستفز يعني فقط، وما يدري هذا كله يرجع عليه، إنما يلطخ وجهه، ما يعرف. شوفوا، كل من يدخل في هذا المسلك أنه يكثر من هذا الاستهزاء والسخرية والبهلوانيات والتهريج والتعليق وما أدري كذا والشغلات هذا اعرف أنه هذا خالي البضاعة، ما عنده شيء. فلذلك يلجأ إلى هذه الاستعراضيات، هذه الاستعراضات السخيفة، سيرك، يسوي سيرك. الميدان ميدان العلم.